تكمله للفيديو اللي فات، انه انا كنت بقول لكم، عايزه اكمل بقول لكم ان في واحده بتقدم نفسها على انها دكتوره، واحد من اعلام 67 مقدمها، اسمها هايدي فاروق عبد الحميد باين. خلاص، في ناس قالوا لي دي هي صحفيه وجوزها سفير. هي قالت ان جوزها سفير، بس هي بتتكلم على انها دكتوره متخصصه معرفش في ايه، بتتكلم عن السدود والموضوع ده، وعماله تقول لك انا بنت الكرام. واحد ظهر لي قال لي يا بنت الكرام ما بتتكلميش، بتتكلم في حاجات خزعبليه قوي قوي قوي. وهي تقدمت اعلام 67، واحد من بتوع اعلام 67. فالست دي طلعت قبل كده ساعة الموضوع بتاع أسوان، أول ما طلع راحت قعدت تشكك في إن النيل متسمم، علشان كان في فيضان حصل في أسوان، فمعرفش كسح معاه حاجات ليها علاقة بالذهب وحاجات زي كده، ففي مادة اسمها سيانايد دخلت مع الفيضان لمية النيل، وقالت إن هو ممكن يأثر فينا بنسبة ما. دي المفروض بدل ما تمسكوا فيا، امسكوا في الاستاذ بتاع اعلام 67 اللي هو الاستاذ انتوا فاهمينه، مش عايزه اجيب سيرته. وشوفوا الاستاذ ده بيروج لمين، ناس عامله ازاي، وشوفوا الاستاذه بتقول ايه واتكلموا معاها. والدوله كمان المفروض تشوف الناس اللي بتروج الاشاعات ديت، وبصراحه لازم الناس دي يعني ايه، تتعامل بالقانون. لان انت كواحده بتقدمي نفسك على انك دكتوره وبتتكلمي في حاجه انت نفسك بتقولي انها مش تخصصك، وبتصيري ذعر. انا نشرت لكم الفيديو علشان اقول لكم مين اللي بيعمل البلبله، مش الناس اللي زي حالاتي وزي حالاتكم اللي قاعدين على باب الله. لا، في ناس بتقدم نفسها على انها دكتوره معرفش في ايه وتهبد وتساهم في ترسيخ اشاعه معينه. والناس بتوع اعلام 67 هم نفسهم اللي بيأذوا اللي هم مع الدوله قلبا وقالبا من غير ما تنتقد خالص خالص خالص، زيهم زي الاخوان بالظبط. دول المفروض انهم يتقدموا، يعني او مش يتقدموا، ناس تتعامل بالقانون، لان الناس دي عايزه ترسخ الجهل، ترسخ اشاعات، تعمل اشاعات، ومش عايزه حد، مش عايزين حد يتكلم. لا، احنا هنتكلم خلاص. والمفروض اللي بيرسخ الاشاعه هو اللي انا دايما كنت حريصه كل شويه اقول يا جماعه خدوا بالكم، انا لا اثير الفتنه، حصل كذا، في كذا بتاع، يطلع بيان من الحكومه احطه لكم. امبارح بعت لكم، حطيت لكم المؤتمر بتاع وزير الصحه بالكامل، علشان نقول ان احنا هنا بنقول معلومه، مش بنقول، مش هبد، مش بنقول، مش بنعمل اشاعات. لكن في ناس مش عايزه تصدق، ما ان شاء الله ما صدقتوا. في ناس مش عايزه تصدق الدوله، طب انتوا حرين، انتوا عاملين زي الاخوان بالظبط. وفي ناس تانية مش عايزين ننتقد الدوله، انتوا زي الاخوان بالظبط. انتوا مملين بصراحه.